سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بقول لكم عن أيام الدراسة والمعاناة اللي كنا نعانيها. أول ما أنا دخلت المدرسة متأخر، عمري يمكن بين 7 وبين 8، لأني كنت أول أدرس عند الكتاتيب مدرسة الشيخ محمد الإبراهيم الخربوش، حتى أني حفظت جزء عامة وزفون. الزفة يشيلونك الطلاب زملاك ويمشون بكل الطلاب، يودونك بيتهم، يشيلونك على كتوفهم كلهم، يجتمعون ويشيلون اللي حفظ، كل ما حفظ جزء يسمونها الزفة، يشيلونه على كتوفهم ويجرون وراه وكلهم يمشون زفوه ولا كسر نعصه. هم يودونك لبيتكم، ضيافتهم بريز شاهي، يكونون أهل البيت عارفين عن وقت الزف ومتى يبون يجون العيال اللي هم الطلاب اللي يدرسون معه عند الكتاتيب. زفوه ولا كسر نعصه، هذه اللي يرددونه ترديد من مدرسة محمد الإبراهيم لما يوصلون البيت، سواء البيت بعيد ولا قريب. كل يوم البيوت متقاربة كلها، لأن كان قبل النهضة العمرانية وكانت الشوارع كلها تراب والبيوت كلها من الطين أبد، مع الشوارع الصيرات يجرون ويركضون كلهم جميع وشايلين الحافظ ذا وزفوه ولا كسر نعصه، إلى وصلوا حطوا لهم بريز الشاي وشربوا لهم على فنجال. يمكن بعضهم ما يجيه ولا فنجال لأنهم واجد والشاي قليل هكا الحين. القصد انه هذه هي الضيافة. اما الشيخ ياخذ ريال عن كل جزء، سواء ابطيت ما حفظت ولا سرعت، ياخذ ريال عن كل جزء. وحتى الفقراء ما ياخذ منهم، لكن من الناس الموسرين واللي يجدون ياخذ منهم ريال، لان ما له مهنة الا انهم مطوع مسجد يسمونها المسجد الداخلي بالرص. أنا تأخرت لأني درست عند الكتاتيب، ولا المدرسة مفتوحة قبل. دخلت المدرسة وعمري بين 7 و8. كانت الفصول تراب مفروشة بالبطحة، ولكن من كثر ما تعاقبوا عليها الطلاب صارت غبرة، إنما نجلس على الأرض. دروسنا بشنطة حديد صغيرة، كل واحد قدامه شنطته، يجلس جلوسه للصلاة اللي هو جلوس للتشهد، ركوبه يجلس ومد ركوبه، والمدرس قل ما من المدرسين من يفرش خيشة تحته، ما كان في سبورة. كان المدرس يلقي درسه، والمدرسين بالطبع بالأول كانوا غير مؤهلين، يعني لا كلها دروس يسمونه أول ما بدينا هجا ألف باء تاء ثاء، وبعدين اللي هي الحساب اللي هو الحين الرياضيات يقولوا له، والخط علمونا كيف الخط أو الإملاء عقب ما نروح للثالثة، والخط عقب ما نصل الثالثة. الأولى والثانية ما بهن لا إملاء ولا خط، والرابعة بها اللي هو القواعد اللي هي اللغة العربية، وبها الإنشاء اللي هو التعبير. إنما يوم حنا أول داخلتي بالمدرسة نجلس على الأرض والمدرس يقرأ ونقرأ وراه، ألف باء تاء ثاء، هم نكتبه. يدور علينا المدرس ويدنس كل واحد صح ولا خطأ ولا إلى منه بغى يعاقبه. أذكر الله يغفر له، واحد من المدرسين يرج في الشنطة والشنطة تضرب ركبه،
الشنطة حديد يرجفه برجله وتضرب ركبه، ممكن تعور شوي، لكن هذا عقابه. ف وحنا مجموعة الأولى به تقريبا يمكن بحدود 25 أو طلعنا للثانية وللثالثة. الثالثة يبدأ يتغير، يصير به توحيد. الفقه يبدأ من الرابعة، لكن التوحيد يبدأ من ثالثة ابتدائي، والرابعة هي اللي يصير لنا دروس بهنا القواعد والإنشاء والحساب. لا، الحساب من أولى، الحساب اللي هو الرياضيات، ولكن القواعد والإنشاء والتوحيد. الفقه التوحيد بثالث، الفقه يبدأ معنا من رابع. وكان الدروس يعني المواد مواد دسمة ومواد يعني التوحيد كشف الشبهات بثالث، كشف الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب، ولازم نحفظه صم، ما فيه مثل هالحين سطر ولا سطرين ولا تلخيص، ولا ما في تلخيص. الفقه برابع آداب المشي للصلاة، يتكون يمكن من فوق 40 صفحة، وحفظ ما فيه شيء. الإنشاء، اكتب رسالة إلى والدك تهنئه بعيد الفطر، اكتب رسالة إلى صديقك تهنئه بالزواج. يعني كانت مواد دسمة وثقيلة شوي، ولكن ذاك الوقت ما هي بثقيلة. الحساب برابع لازم تحفظ جدول الضرب كله، من 1 في 1 ب1 إلى 10 في 10 ب100، وتحفظه تصير الصم وتقرأ، يعني مثل ما تقول تقرأ كتاب بدون غيب. يعني على سبيل المثال مثلا 1 في 1 ب1، 1 في 2 ب2، 1 في 3 ب3، 1 في 4 ب4، 1 في 5 ب5، 1 في 6 ب6، 2 في 5 ب10، 2 على هالمنوال تستمر لما تصل 10 في 10 ب100. قد يكون منه صح وقد يكون منه خطأ، لكن بالوقت ذاك هذه طريقتهم. بالنسبة للعقوبة، العقوبة كل مدرس يجيب معه لوح صغير، يجي له تقريبا 50 سنتي، له ممسك من طرفه، واللي يخطي أو ما يحفظ يمد يديه ويضربه. أحد منهم رحوم ويضرب ضرب بسيط، واحد يصير معصب أو يصير زعلان من بيته أو يصير زعلان من الطلاب ويوجع بضربه، ولكن الناس متقبلينه كله. يعني لا يضرب، وممكن يضربك وتأثر بالحيل ويصير الضرب موجع، ولا رحت لأهلك قلت اضربنا المدرس قالوا تستاهل، لو ما خطيت ما ضربك، لو ما لسانك ما حفظت تستاهل. يعني ما تلقى ردة فعل من أهلك أنهم يقولون لا المدرس مخطئ بروح أشتكيه بروح مثل الآن، أبدا. الخطأ الكبير المدير هو اللي يضرب. إلى أنه جاء يوم الخميس صفونا جميع طلاب المدرسة من أولى إلى سادس بالساحة عندما تنتهي الدروس. الخميس ما فيه إلا دراسة الصباح، ولكن الأيام الباقية صباح ومساء، صباح وبعد الظهر ندرس إلى قبل الظهر شوي ونطلع، ولجا عقب الظهر رجعنا ندرس إلى العصر. هذه في البداية. الخميس لا إلى الظهر وخلاص، بعد الظهر ما في شيء، لكن يصفهم كلهم، يصف الطلاب كلهم
على شكل تقريبا ما يصير مربع، لأن يجلس المدير قدام ويلقي نصايح للطلاب والصلاة. بالنسبة للصلاة معين إن واحد يسمونه ما هو بعريف، لكن إلى مننا طلعنا من المسجد لازم نجتمع في مكان معين وهو يقف، فلان حاضر، أنا صليت، إيش أنا صليت، أنا صليت. واللي ما يصلي يسجله، ولا جاء من بكرة عطاه المدير في كل الأوقات ما عدا الفجر. عطاه المدير ياخذ عقوبته بالطبع الضرب، ما أبغى إلا الضرب هاك اليوم، يعني لا نصايح ولا شيء، والضرب. وجميع أو يلعب بالصلاة، يراقبهم هذا الطالب اللي عينه المدير يراقبهم، واللي يلعب بالصلاة يقول فلان يلعب، ولا فلان ما صلى، فلان فاته ركعتين، حتى اللي يفوته ركعات ياخذ جزاءه. وكانت ممتعة الحقيقة، ممتعة جدا. بالنسبة إلى مننا قمنا الصبح، وهذا عموم تقريبا على عموم، ما في شيء اسمه فطور. الجيد اللي يجيب معه مثل 5 حبات من التمر، من اللي نسميه ضميد الحين أو كنيز، ملفوفات ومدغملهم بالطحين، يعني مدغملهن يعني محطهم بالطحين ومشان ما يوسخن ثيابه ولا يلزق بمخباته، لأنه يحطهم مخباته، ما أبو لا ورق ولا بلاستيك هكا اليوم ولا أبو شيء. يحط هذه بمخباته هالتمرات 4 5 حسب قدرة أهلك. إلى منه ذا حطوا بالطحين لقل ما تلزق بالثياب. الدقيق عادي، يعني دقيق عادي يحطونه بالدقيق لقل ما تلزق. هم تحطه بمخباتك، ولا منه بالك فرصة أكلته. كل يوم ما أبو فسحة طويلة، الفسح بسيطة، وأحيانا ما يصير بفسحة. أذكر واحد أهله أثرياء شوي من زملائنا، كان يجيب عصيدة، العصيدة حتى يحوضه ويحط بها شوي لبن ويحطها مخباته. بالطبع مخباته من كثر ما حط بها العصيدة دي صايرة مثل مشمع، ما تخر الماء، والثوب ما هو بيغسل. الواحد عنده ثوب واحد يجيبه كل يوم ولا يغسل الثوب. لكن واحد أظنه توفى رحمة الله عليه، لأنه كان موجود وراح يقولوا إنه بالخارج. أنا سألت عنه لأنه من زملائنا، سافر من زمان، وسألت عنه قالوا إنه بالخارج، والظاهر إني سمعت إنه توفى. لكن ميزته نميزه حنا، إلى من ذا طلع عصيدته مخلينا على شكل كورة، ويحط به شوي لبن، مع العلم ان اللبن يروح بس بهالمخبات يخر وتشرب العصيدة دي. والموسرين لا والله تامرة محطوطا عليها طحين، يحطونه فوق الطحين ويمشونه شوي لم يلزق الطحين مشان ما. هذا بالنسبة وابوها أكثرهم يجي ويطلع وهو ما ذاق شيء، يلا إذا راح يلقى غداهم، لأن الغداء الضحى، الناس يتغدون ما هم يتغدون عقب الظهر. إلى ما نجلس بحدود الساعة 10 أو ذا قدموا الغداء اللي ما لا فطور ولا شيء، يسمونه بالأول هجور تامر شوي الضحى المسرين. والغداء بحدود الساعة 10 ونص، يعني بوقتنا هذا يتغدون، والعشاء عقب العصر. وهذه وجباتهم. حنا وجباتنا عنا، ما أنا أدركت الكلام ده كله أدركته.
أما الدراسة كانت الحقيقة يعني حتى أقول إن المواد دسمة والمواد يعني ما هي بسيطة، ولكن برضو الخط يعلمونا خط، لازم تجيب ريش ودوات ونكتب الخط خط عريض، والمدرس على راسك ولف قلب الريشة كذا وقلب الريشة كذا، لمن يطلعك خطاط الإملاء يقف المدرس ويملي عليك قطعة، ولا مثل الحين سطر وسطرين، يملي عليك بحدود 10 أسطر، هم من ياخذه ويصححه ووازف، ما فيه دفتر تحضير، ولا ما كان بشينا بالدبد، يدخل المدرس ما حضر ولا في تحضير، يدخل على باب الله، ولكنه تدريس يعني الحقيقة ممتاز، وخرّج ناس يستاهلون، قصدي بوقتهم، يعني يطلعوا علما، ولا يطلع مثلًا ما يتخرّج من السادسة إلا هو يعني هاض من جميع المواد، بالسادسة فقهنا زاد المستقنع، الآن يدرس بالجامعات، والحديث ال40 النووية، ولو إننا ما درسناه بالابتدائي، كان يدرس عقبنا درسناه بالمتوسط، ال40 النووية كانت. فهذا ملخص بسيط لبعض بعض ما مر علينا، يمكن يصير فيه فائدة للي ما عاصره، والسلام عليكم.